كشفت وزارة الصحة اللبنانية حصيلة القتلى والجرحى منذ بدء إسرائيل عملياتها العسكرية في لبنان. وقالت وزارة الصحة في بيان لها إن حصيلة القتلى منذ الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان ارتفعت إلى 2119 وأكثر من 10,019 جريح. وكانت الوزارة قد قالت في بيان سابق لها إن 36 قتيلا وأكثر من 150 جريحا سقطوا في الهجمات الإسرائيلية على لبنان خلال 24 ساعة الماضية يوم الاثنين الماضي. وأفاد الإعلام الرسمي اللبناني يوم الثلاثاء بتعرض الضاحية الجنوبية لبيروت المعقل الأساسي لحزب الله لسلسلة غارات إسرائيلية أدت إلى دمار هائل، بعدما كانت إسرائيل قد حذرت سكان الأحياء المستهدفة بوجوب الإخلاء. وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية مساء يوم الثلاثاء: لا تزال الضاحية الجنوبية لبيروت تتعرض لسلسلة غارات كان آخرها عند نزلة الكفاءات، وقد تسببت بدمار هائل لا سيما في برج البراجنة والكفاءات والليكلي، وهي مناطق أفادت في بيانات سابقة بتعرضها لغارات إسرائيلية، فيما تتواصل منذ 23 من سبتمبر حملة القصف الجوي التي تقول إسرائيل إنها تستهدف بنى تحتية ومنشآت لحزب الله اللبناني. وأشارت الوكالة في وقت لاحق إلى انهيار 4 مبان سكنية متلاصقة في منطقة برج البراجنة إثر الغارة الإسرائيلية الأخيرة، دون أن توضح ما إذا سقط ضحايا من جراء الهجوم أم ماذا. وفي الأسبوع الماضي اغتالت إسرائيل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في قصف على حارة حريك في ضاحية بيروت الجنوبية، وهي منطقة مكتظة فر قسم كبير من سكانها بسبب القصف الإسرائيلي المكثف. ومنذ ذلك الحين تشهد المنطقة غارات إسرائيلية عنيفة يتردد صداها في أرجاء العاصمة اللبنانية. وأعلنت فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران اليوم إطلاق طائرة مسيرة باتجاه هدف في إسرائيل. وقالت ما تطلق على نفسها اسم المقاومة الإسلامية في العراق في بيان إنها أطلقت مسيرة باتجاه هدف حيوي في شمال إسرائيل، وشددت في بيانها على أنها ستواصل عملياتها ضد إسرائيل بوتيرة متصاعدة. وتشكل فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران بينها كتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء وحركة النجباء ما يعرف بالمقاومة الإسلامية في العراق. وفي الأشهر الأخيرة أعلن هذا التشكيل شن هجمات بطائرات مسيرة على أهداف إسرائيل على خلفية الحرب في غزة. ومنذ إبريل أكدت إسرائيل وقوع عدد من الهجمات الجوية من جهة الشرق ومن دون أن توجه أصابع الاتهام إلى جهة محددة. وأعلنت مرات عدة أنها اعترضت مسيرات خارج مجالها الجوي. كما نفذت بعض الفصائل عشرات الهجمات ضد القوات الأمريكية المنتشرة في العراق وسوريا في إطار التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش. وقالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون اليوم أن إسرائيل أبلغتها بأن وزير الدفاع يواف جالانت لن يتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وأكدت المتحدثة باسم البنتاغون للصحفيين سابرينا سيغ للصحفيين أن غالانت قرر تأجيل زيارتها الرسمية المقرر أن يقوم بها هذا الأسبوع إلى واشنطن، وبالتالي تأجيل مناقشة الوضع في الشرق الأوسط مع نظيره الأمريكي لويد أوستن. وأضافت: أبلغنا للتو بتأجيل الوزير يواف غالانت رحلته إلى واشنطن. وعن سبب تأجيل الزيارة قالت سينغ: لا نعلم سبب إرجاء زيارة غالانت، يسأل الإسرائيليين. وأعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه لا جدوى من زيارة غالانت لواشنطن طالما لم يتخذ بعد قرار رسمي بشأن طبيعة الرد على إيران. وأضاف بيان لمكتب نتنياهو أن الشخص الذي يجب أن يجري المحادثات بشأن ملف إيران مع الأمريكيين هو رئيس الحكومة. وكانت صحيفة معاريف الإسرائيلية قد أكدت أن نتنياهو قرر عدم الموافقة على زيارة غالانت. وأفادت القناة 12 أن نتنياهو أبلغ غالانت أن رحلته إلى واشنطن ستتم فقط بعد موافقة المجلس الوزاري المصغر الكابينت عليها والحديث هاتفيا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن. ويأتي تأجيل زيارة غالانت إلى واشنطن في الوقت الذي ينتظر فيه المتتبعون للأوضاع في المنطقة السيناريوهات المحتملة للضربة الإسرائيلية المرتقبة على إيران
ردًا على الهجوم الصاروخي الذي شنته الأخيرة على إسرائيل قبل أيام. وكان مسؤولون أمريكيون قد أكدوا لنا أنهم لا يعتقدون أن إسرائيل اتخذت قرارا نهائيا بشأن تفاصيل ردها. وقال المسؤولون إن الخيارات التي لا تزال قيد الدراسة تستهدف البنية التحتية العسكرية والاستخباراتية الإيرانية والدفاعات الجوية ومنشآت الطاقة. وأكدوا أن واشنطن وتل أبيب لم يناقشا المنشآت النووية كأهداف محتملة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر اليوم أن دعوة حزب الله لوقف إطلاق النار تظهر أن الجماعة المسلحة أصبحت في موقف دفاعي وتتعرض لضربات قاسية. وكان نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله قد قال في خطاب بثه التلفزيون في وقت سابق اليوم أن قدرات الجماعة المدعومة من إيران لم تتأثر، وأن مقاتلينها يصدون التوغلات البرية الإسرائيلية على الرغم من الضربات الموجعة التي وجهتها إسرائيل لها في الأسابيع القليلة الماضية. وأضاف قاسم أن الجماعة تدعم جهود رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري حليف حزب الله للتوصل إلى وقف لإطلاق النار دون تقديم مزيد من التفاصيل عن الشروط الخاصة بحزب الله. وقال ميلر في إفادة صحفية دورية كان العالم يدعو على مدى عام إلى وقف إطلاق النار هذا، وكان حزب الله يرفض الموافقة عليه. والآن بعد أن أصبح حزب الله في موقف دفاعي وضعف ويتعرض لضربات قاسية غير موقفه فجأة ويريد وقفا لإطلاق النار. وأضاف ما زلنا نريد في نهاية المطاف حلا دبلوماسيا لهذا الصراع. وعندما سئل ميرر عما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تتحدث مع بري بشأن الجهود المبذولة في لبنان لاختيار رئيس جديد، قال إن المسؤولين الأمريكيين يجرون محادثات مع أطراف مختلفة داخل لبنان غالبا من خلال وسطاء. وأضاف هذه المحادثات مستمرة، لا أعتقد أن من المفيد أن أفصح عن فحواها. وقد دفع الهجوم الإسرائيلي على حزب الله في لبنان بعض الساسة اللبنانيين إلى القيام بمحاولة جديدة لملء الفراغ الرئاسي المستمر منذ عامين في محاولة لإحياء الدولة التي تواجه شللا في مختلف مناحي الحياة بينما تئن تحت وطأة الصراع المستمر. وأفادت وزارة الدفاع السورية عن مقتل 7 مدنيين بينهم نساء وأطفال يوم الثلاثاء في غارة إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيا في دمشق اعتبره المرصد السوري لحقوق الإنسان على صلة بالحرس الثوري الإيراني وحزب الله. ويأتي الهجوم بعد أقل من أسبوع من غارة في المنطقة عينها أودت بحياة 4 أشخاص على الأقل، بينهم صهر الأمين العام الراحل لحزب الله حسن نصر الله.